خايف، قلقان، متوتر، كل ده عشان سألتك أنا ولا ميسي؟ خوفك، قلقك، توترك، مرتاح؟ بغض النظر عن أسبابهم ما تدخلنيش في مشاكلك الشخصية. كل دي ايموشنز بنقدر نعرفها من نبضات القلب، بس مش أنا اللي أعرفها بصراحة، ال AI الحقيقة. لما تيجي نفهم بقى ECG Emotion Recognition using ال AI. الدخلة دي أوي، واحدة واحدة. إيه ال ECG ده؟ ده إلكتروكارديوجرام، رسم القلب. ده فحص طبي بيتعمل للكهرباء بتاعت القلب. لا ما تسألنيش هو القلب ليه كهرباء، أنا مش دكتور، أنا مهندس. فهمت الداتا بتاعتي كويس قوي اللي هي الاي سي جي سيجنالز، طلعت منها 3 حاجات: هارت ريت، وهارت ريت فاريابيليتي، والتايم دومين بتاع الهارت ريت فاريابيليتي. وانا مش هشرح كل ده، انا مش بتاع ماس، انا مهندس عملت ديب ليرنينج موديل يخليني اتدكت الايموشن، يعني ده ستريسد، طب لا ده ريلاكسد، ايا كان. جبت كيرس الموديل اللي عندي. كيرس عمل مجموعه من اللايرز، كل لاير بتعامل مع داتا بشكل منفصل. اول لاير قدرت تحدد الداتا دي مفيده ولا لا. المفيد اعتبرنا فيتشر، واللي مش مفيد ركننا على جنب. تاني لاير بقى للتعميم، بنعمم الداتا بتاعتنا اكتر عشان نطلع منها باترز اكتر. لاير تالتة عشان تبقى مور دنس، نطلع باترز اكتر. بعد كده بقى بنيجي لاهم لاير اللي بنكلاسيفاي، ودي بتبقى ليس دنس طبعا، عشان بنبدا نكلاسيفاي ما بين حاجتين: ستريسد ولا ريلاكسد. وكده الموديل اللي يكون اتدرب على الداتا اللي عندي، لو جبت له داتا جديده نتست بيها يقدر يبريدكت باكيورسي معينه. ممكن ما تبقاش اعلى اكيورسي، دي بوينت تانية نبقى نفهمها بعدين. انت فهمت دي؟ لا. ايه في الحلقات الجايه بقى. سلام.